تذكرة تطرح تذاكر مباراة الأهلي ويانغ أفريكانز بأسعار من 75 إلى 750 جنيها مع إقبال ضعيف نسبيا بسبب إقامة اللقاء في برج العرب والأجواء الباردة. ياستروب يواصل رفض رحيل أليو ديانغ إلى الدور الإسباني رغم رغبة اللاعب وضغوطه المالية. عمر كمال عبد الواحد يرفض التجديد للأهلي خلال فترة إعارته لسيراميكا كليوباترا بسبب خلافات مع مسؤول النادي. كريم فؤاد ينتظر قرار ياسترو بالنهائي بشأن خروجه للإعارة بعد تعثر عدة أسماء في صفقة مروان عثمان. سيراميكا كليوباترا يرفض وضع بند شراء النهائي في إعارة مروان عثمان للأهلي مقابل 50 مليون جنيها. مروان عثمان أوتاكا ينتظم في مران الأهلي اليوم ويأمل المشاركة أمام يانغ أفريكانز. أحمد عيد ينتظر جلسة حاسمة مع الأهلي لتوقيع عقود انضمامه رسميا. ياسر إبراهيم يؤكد تحسن حالته وإمكانية مشاركته في المباراة المقبلة. الأهلي سيحصل على 250 ألف يورو حال إعارة جراديشار للمجر و1.5 مليون يورو عند تفعيل بند الشراء. الأهلي يتراجع عن ضم كيفن مونزيالو لعدم اقتناع فني كامل ويتجه لخيارات أخرى لمهاجم صريح. ربط اسم الأهلي بالموريتاني مامادو ديالو والكاميروني برتران فوفانا بعد تحركات سيد عبد الحفيظ. الأهلي ينتظر حسم صفقة المهاجم الأجنبي قبل التحرك لضم عودة الفخوري أو مصطفى قبيل أو محمد الأمين. هاني أبو ريدة ينتظر تقريرا مفصلا من حسام وإبراهيم حسن عن مشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية. محمد صلاح يعود اليوم إلى إنجلترا بعد قضاء وقت مع أسرته. اتجاه داخل الجهاز الفني لإحلال وتجديد هجومي وخروج 6 إلى 8 لاعبين من حسابات المنتخب. المصري البورسعيدي يبدأ مفاوضات تجديد صلاح محسن بعد تلقيه عروضا خارجية. وليد الركراكي يهاجم مدرب السنغال بسبب انسحاب لاعبيه المؤقت اعتراضا على ركلة الجزاء. هجوم إعلامي مغربي واسع على إبراهيم دياز بعد إهدار ركلة الجزاء الحاسمة. مطالبات باستقالة الركراكي بسبب قراراته الفنية والعاطفية. السنغال تحصل على 10 ملايين دولار مكافأة التتويج مع توقعات بعقوبات مالية على السنغال والمغرب. إنفانتينو يدين انسحاب لاعبي السنغال وتصرفات الجماهير واقتحام الملعب. أحمد حسن يشيد بساديو ماني لدوره القيادي وإجبار لاعبي السنغال على استكمال المباراة. ساديو ماني يؤجل اعتزاله الدولي ما بعد كأس العالم 2026. الصحافة الجزائرية تشيد بتتويج السنغال وتهاجم التحكيم والكاف. خبراء تحكيم يؤكدون صحة هدف السنغال وصحة ركلة جزاء المغرب وأن الخطأ كان في إلغاء الهدف. إبراهيم حسن يؤكد أن مشوار مصر كان جيدا والخسارة الوحيدة أمام البطل بسبب الإجهاد وضيق الوقت. رمضان السيد ينتقد تصريحات وائل جمعة بشأن المحترفين. آراء فنية تؤكد أن منتخب مصر لم يكن دفاعيا لكنه افتقد الضغط وتوازن الخطوط.